بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا بخير البنات وعلى خير، وإن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. ونتأسف دائما للغياب، عندي مدة كبيرة ما دخلتش القناة، أسباب فقط كما كامل الناس، فقط العائلة والوقت، ما عنديش بزاف الوقت، والأحداث الأخيرة الإخوان الفلسطينيين إن شاء الله ربي ينصرهم. ثاني شوية أثر فينا الحقيقة ما قدرنا ندير والو، كلش صمات الحقيقة، ابتلاء كبير، وربي إن شاء الله يرحم الشهداء ويفرج عليهم. هذه هي فقط، وهذه هي السبب اللي ما خلانيش مدة كبيرة ما كنت نتردد دائما. ودعمكم فقط البنات. هذه هي اليوم جبت لكم مسكوتشو الليمون، خفيف ظريف ويجيكم هايل. تحتاجوا فيه البنات 4 بيضات، كاس حليب، كاس سكر، فنجان متوسط من عصير الليمون، ولافاني والخميرة، وملعقة صغيرة نتاع برش الليمون، وملعقة صغيرة خل نخلطوها مع الليمون. أول شي ضفت البياض مع برش الليمون، وراح نخلطهم جيدا مليح كما تشوفوا حتى يطلع لي. من بعد البنات بعد ما يطلع لي مليح ضفت له صفار البيض، وضفت له لافاني، وراح لي المقطع للأسف تاع صفار البيض. ضفت له اللافاني والسكر كما تشوفوا، ونخلطه مليح حتى يتضاعف الخليط مليح كما تشوفوا. وهنا راهو ضاعف للخليط، يجيكم اسفنجي الكيك لازم يكون خفيف. وهنا البنات راح نضيف، هنا راهو توصلت الخليط كما قلت لكم يجيكم خفيف، لازم تكون هذه الطريقة. وراح نضيف عليه البنات كما دائما ما نسوش رشة الملح عفوا. وضفت عليه ملعقتين من حليب البودرة فقط، كإضافة تقدروا تستغنوا عليه. ضفت عليه الليمون، عصير الليمون كما قلت لكم، مع ملعقة خل أبيض، كيك سهل جدا. ضفت عليه الحليب فقط، تخلوه يتخفق مليح البنات مع البيتخا ولا الباتوق، المضرب الكهربائي. وخلطت مليح المقادير. ودائما كما نقول لكم ديما هذه الاستيس مليحه، تخبطوا ديما بيدكم باش يدخل الهواء، ويجيكم اي كيك ولا مسكوتشو ولا جينواز، راح يجيكم سهل جدا. ونحتاج ربع كأس من الزيت، كما قلت لكم كيك عادي، ويجيكم اسفنجي في نفس الوقت، وخفيف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم البنات، وفقط تبعوا المقادير. ونحتاج البنات كأس نفسه من الدقيق الأبيض ولا الفارنة، نفس اللي يكون مملوء مليح جيدا. ودائما نصير ولا نغربل المقادير باش يدخلها الهواء. كما تعرفوا الكيك لازم يدخل الهواء مليح حتى المقادير الجافة تتهوى. هو نفسه الكأس البنات اللي درت به. وضفت له خميرة الحلوى وتخلطوا، هذا أول كأس، وتخلطوا مليح البنات. شيء سهل جدا ولا أسهل، وراح يجيكم خفيف. فقط كما قلت لكم تبعوا المقادير. نحتاجوه مع القهوة ولا حتى مع العصير. كيك جميل، وراح إن شاء الله تفرحوا به العائلة نتاعكم. تخلطوا مليح البنات. راح نضيف الكأس الثاني. نتمنى فقط البنات ديروا جيم وبارتاج فضلا ليس أمرا. دائما الإنسان يتشجع بكم وبكلامكم الطيب. وهنا البنات ضفت كما تشوفوا الكأس الثاني، وراح نضيف له ملعقتين كبار ثاني من الطحين البنات. ممكن المقطع راح لي باش يجيكم أنا عيني ميزاني الحقيقة، لكن تفكرت باللي ضفت له ملعقتين لأنه جاني شوية الكأس مش مملوء الثاني. وبه يجيكم المقادير يجيكم الكيك قد مش ناقص فارينة ولا طحين. وتجيبوا أي مول عندكم مدهون بالزبدة، ونفرغوا فيه الخليط، ونكون مشعلة من الفرن على 160 ولا 165 درجة، ويكون دافي.
ونحطوا المسكوتشو نتاعنا ولا كيك الليمون يطيب عادي كما تشوفوا هنا ما شاء الله. شوفوا هذه النتيجة، طيبوه مليح فقط البنات كما تشوفوا انا حمرته جيدا، يعني طيبوه مليح يعني على من تحت ومن فوق. شوفوا يعني النتيجة الله يبارك تجيكم اسفنجي وكيك يعني عائلي وراح ان شاء الله يعجبكم. نتمنى فقط البنات كما قلت لكم الدعم باش دائما نزيد نتشجع ونحط لكم يعني يعني الطبخ بعض من الطبخ يعني حلو ولا مالح. اما بالنسبة للتزيين هو اختياري. هنا درت فقط رشة من السكر الرطب وقطعة من الليمون درت على شكل زهرة فقط للتزيين البنات. والتزيين كما نقول لكم دائما اختياري، يعني كما حبيتوا تقدروا تشربوها لأنها إسفنجية راح تجيكم كما يعني كما الجنواز. تقدروا تحلوها على اثنين وتقدروا تديروا كريمة من الوسط. نعطيكم فقط بعض يعني طريقة التزيين وطريقة التقديم، ولا عادي فقط أبسط شيء كما تشوفوا الله يبارك. شوفوا يعني حليت لكم قطعة من الداخل يعني يجيكم خفيف وراكم تلاحظوا يعني كما الجنواز تقريبا يجيكم كما الجنواز تالمو خفيف. وإذا شربتوه يجيكم يعني روعة الحقيقة. أنا درته يعني سامبل البنات طريقة سهلة وبسيطة. نتمنى البنات إن شاء الله يعجبكم. وكما قلت لكم طريقة تزيين اختياري فيها تضيفوا مكسرات تشربوا ديروا كريمة الشونتي ديروا وش حبيتوا كما حبيتوا. المهم كيك جميل ويجيكم مرتفع قوام عالي. نتمنى ان شاء الله البنات اعجبكم الفيديو نهار اليوم، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر حلو ولا مالح. والسلام عليكم.